في دائرة الشك. تقرير مريم أبيش. بخير سمو الأمير، مبروك 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 مشروع اليوم. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المستشار السابق لشركة أرامكو برجس البرجس في تسجيل بكاميرا الهاتف. طلب حينها ولي العهد من المستشار انتقاد رؤية 2030 قائلا له: انتقد قد ما تبغى، أي انتقد كما تشاء. تشاء سياسة ولي العهد الحافلة بالاعتقالات الفردية والجماعية المعلنة والسرية أن يكون اليوم برجس البرجس خلف القضبان. أكد حساب معتقل الرأي السعودي الخبر. لم يعرف عن المستشار السابق لأرامكو انتقاده للنظام الحالي في المملكة، بل على العكس تماما كان يوصف بأنه من الموالين له. لم يغرد على حسابه في تويتر منذ شهر، ولم ينشر ما قد يفهم بأنه انتقاد لسياسة الإصلاحات المتبوعة بقمع كل صوت منتقد أو معارض. آخر مقال نشره كان عن ارتفاع أسعار الألبان. ما الذي قاله أو ما الذي فعله البرجس لإغضاب ولي الأمر؟ غضب سلطات المملكة هذه الأيام ممن في الداخل والخارج وتحديدا كندا لن يزيد اقتصادها المتعب سوى الضرر. ذكرت تقارير صحفية عالمية أن السياسة العدائية التي تنتهجها المملكة في الداخل والخارج أسهمت في إحجام المستثمرين عن الدخول في صفقات سعودية أو الاستثمار المباشر فيها. بلغة الأرقام، انهار حجم الاستثمار الأجنبي في السعودية إلى $1,400,000,000 العام الماضي، مقارنة بأكثر من $7 مليارات في عام 2016. المصدر هو وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمعروفة اختصارا بأونكتاد. المفارقة أن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب $19 مليار بحلول 2020. ما يزيد فعليا على أرض المملكة هو عدد المعتقلين من كل الأطياف والأعمار، نساء ورجال، رجال دين وأكاديميون واقتصاديون وناشطون وناشطات وأمراء ووزراء سابقون. حملة اعتقالات الريتس رسميا انتهت بعد صفقات مالية بقيمة $100 مليار، لكن تداعياتها متواصلة والسلطات قد تدفع ضريبتها غاليا. فقد خلفت في الداخل والخارج جوا من عدم الاستقرار وفقدان الثقة، ما جعل رجال الأعمال يفكرون في نقل أموالهم وأنشطتهم إلى الخارج، والأجانب يعيدون حساباتهم في فكرة الاستثمار هناك. في زمن الاعتقالات والخوف لم تعد المملكة تجذب أحدا، رغم الكلام الجذاب فيها عن إصلاحات للمفارقة تجري تحت القمع والتعذيب والمحاكمات السرية لمعتقلي الرأي. وينضم إلينا من بروكسل الدكتور يونس بالفلاح أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ليل الفرنسية، ومن لندن الدكتور عماد الدين الجبوري الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور، كل هذه الاعتقالات وآخرها برجس البرجس باعتقادك كيف يمكن أن تؤثر على البيئة الاستثمارية في السعودية؟ السؤال لي؟ نعم دكتور الجبوري. نعم، الحقيقة لا يعقل أن يتم اعتقال هكذا شخص بهذا المستوى دون ما يكون هنالك سبب ما. يعني المهم في الأمر هنالك عملية تحديث اقتصاد وإصلاح يقوم بها ولي العهد، سيما وأنه على رأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد. كما هو معلوم الرؤية الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لها مبالغ طائلة وجسيمة، وتعرف في رؤية 2030 كلفتها 2.5 تريليون. العمود الفقري لهذه الأموال هي من الاستثمار المحلي، والفساد المالي ينخر بالاقتصاد السعودي، وهذه المسألة تعود حتى إلى المرحوم ملك عبد الله في التسعينات القرن الماضي عندما بدأ حملة مكافحة الفساد. يعني لذلك وجدنا ولي العهد بدأ في أولاد عمومته من طبقة الأمراء. تم هنالك أكثر من 200 شخصية، أمير ووزير ورجال أعمال، علاوة تجميد حسابات 1700 وأكثر. يعني هو على عاتقه ثقل كبير. هنالك فساد ينخر بالاقتصاد السعودي، والتطلع الاقتصادي في التحديث والإصلاح يتطلع إلى موارد جديدة إلى الدولة السعودية لا تعتمد على النفط فقط.
هنا المعضلة. هنالك من هؤلاء بشكل عام لهم شركاء أجانب. الشركاء الأجانب ينظرون بنوع من القلق، بنوع من الخوف، أنه ما الذي يجري. الاستثمار يبدو له مستقبل قلق، تتم التحويل نحو الخارج، وحتى عملية الفساد جنيت أكثر بقليل من 100 مليار دولار، في حين ضعف أو ضعفين هذا المبلغ يوجد خارج السعودية لهذه الطبقة من الأثرياء والأغنياء بشكل عام في أمريكا، في بريطانيا وبقية دول العالم الغربي. التطلع إلى المستقبل أنه هل السعودية سوف تنجز؟ نعم، السعودية لها القدرة بإنجاز هكذا مشاريع ضخمة وعملاقة، لأن هنالك إمكانيات هائلة على ولماذا كل التقارير تشير إلى العكس؟ نوع من الأسهم إلى شركة أرامكو في الأسواق العالمية. ولماذا كل التقارير تشير إلى العكس؟ كما قلت، هنالك جانب إعلامي، هنالك رؤى، هنالك بلومبرغ، مجلة فوربس، فاينانشال تايمز، مبكر جدا يعني هذه فوربس، يعني هذا كله يعني إعلام لديه صدقية. نحن لا نشك في الصدقية أو عدم الصدقية أو التقرب من الحقيقة أو الدخول في عمق الحقيقة. السعودية يعني الأمير ولي العهد عليه ثقل كبير، محاربة الفساد وتطبيق الرؤية الاقتصادية لعام 2030 لجعل موارد بديلة أو مساعدة إلى النفط. يعني هذه يجب أن نستنبط المستقبل، الرؤية المستقبلية أيضا، وليس أن نغوص في حاضرية ما يجري الآن. هنالك نعم عملية، وقالها ولي العهد في كل صراحة، قال لن ينجو أحد من المحاسبة في قضايا فساد. يعني لن ينجو أحد إذن وصريحة من قضايا دكتور يونس بالفلاح، الرجل يحارب الفساد. دكتور عماد الدين الجبوري يضع الاعتقالات وآخرها برجس البرجس ضمن عملية إصلاح تستهدف وقف الفساد والهدر، كما ذكر لنا الدكتور من لندن. ما قولك؟ عملية مكافحة الفساد التي يعني يراد لها اليوم في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تقريبا يعني منذ شهر أكتوبر 2017، صراحة تخلو من مجموعة من النقط الأساسية وتعاني من مجموعة من الخلل. يعني كمبدأ نحن جميعا متفقين حتى كباحثين اقتصاديين على أن محاربة الفساد مسألة جدا مهمة وتساعد على تطوير والارتقاء بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية، لكن اليوم لا يمكن أن نحارب الفساد دون أن نرى المنظومة القانونية التي ترافق هذه محاربة الفساد، دون أن نرى كذلك قضاء مستقل، دون أن نرى شفافية في المحاكمات. يعني خلال المرحلة التي تم القبض فيها على مجموعة من رجال الأعمال، وربما أبرزهم كان الوليد بن طلال باعتباره أهم رجل أعمال في الوطن العربي، لم نرى شفافية في مسألة التعامل، لم نرى ما هي الاتهامات التي وجهت، مدى مرافعات والتقاضي في هذه المرحلة. تحولت عملية مكافحة الفساد حسب التقارير الدولية في بعض الأحيان إلى عملية ابتزاز إما مالي أو ابتزاز سياسي، لذلك يعني أفرغت من مضمونها. لكن كمبدأ أكيد أن محاربة الفساد طيب هنا تساعد المملكة العربية السعودية على ربح معدلات النمو، لكن واقعيا لا يحصل هذا الأمر. غياب هذه الشفافية وغياب العوامل المقنعة التي تؤكد أنها محاربة فساد أدت إلى هروب رؤوس الأموال كما يبدو من التقارير في فوربس وبلومبرغ إلى آخره. باعتقادك ما مشكلة السعودية الآن؟ لماذا يهربون منها رجال الأعمال أو يخشون أو يخافون؟ أنا أظن أنه صحيح، أنا أظن أن هروب رجال أعمال سواء رجال أعمال سعوديين أو حتى هروب رأس مال الأجنبي مرتبط بأربعة عوامل رئيسية. العامل الأول هو النظرة اليوم للاقتصاد السعودي ككل. يعني إذا نظرنا إلى معدل النمو هو معدل صفري لا يتجاوز 0.7 خلال سنة 2017. هناك ارتفاع في معدلات البطالة بشكل كبير، هناك ارتفاع في المديونية بحكم وجود المملكة العربية السعودية في مجموعة من ساحات الوغى، وأبرزها يعني ساحة الحرب في أو الإنفاق العسكري كبير في اليمن الذي تجاوز 80 مليار دولار. العامل الثاني مرتبط كذلك بالمسألة المتعلقة بالتزامات المملكة العربية السعودية التي أعلنتها في رؤية سنة 2030. أبرز التزام كان خلال هذه الرؤية هو طرح شركة أرامكو لأسواق المال خلال هذه السنة، الأمر الذي لم يحدث. والتقارير آخرها تقرير بلومبرغ أبرز أن هناك تعثر في هذه المسألة، لأن المملكة العربية السعودية تجد صعوبة في تسويق صورة أرامكو بالنسبة للمستثمرين
المستثمرين الأجانب، على الرغم من أن الصندوق السيادي يحتوي على استثمارات مهمة، يعني شركة مثل شركة الصناعات الكيماوية في المملكة العربية السعودية، الاتصالات، البنك الأهلي التجاري، كلها مؤسسات كبيرة جدا كان يمكن الاعتماد عليها في هذه المرحلة. لكن هذا التعثر راجع بشكل كبير للتوتر الحالي في سوق النفط. النقطة الثالثة المتعلقة بمكافحة الفساد أو بمسار الحوكمة والشفافية، أن مرحلة إدارة هذه الأزمة مع رجال الأعمال منذ نهاية سنة 2017 إلى الآن تبدو غير شفافة، ويبدو أن ليس هناك عقل يعني واضح في مسألة القضاء، في مسألة المحاسبة، في مسألة ارتباط هذه المسألة بالتقنيات الجبائية والعدالية التي يمكن توفيرها لتوفير هذه المحاكمات. ينضاف إلى هذا العامل الأخير وهو العامل المرتبط اليوم بمناخ الاستثمار. هدف المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 هو الارتقاء بالقطاع الخاص من 30% إلى 60% خلال سنة 2030. هذا الأمر حاليا يجد صعوبة كبيرة، لأنه هناك ضرائب التي تم فرضها على مجموعة من الشركات، هناك ضريبة على القيمة المضافة، هناك طيب عامل مهم هو أن أغلب الشركات الكبرى والشركات الأجنبية تستعين بعمالة أجنبية، وهذه العمالة الأجنبية فرضت عليها رسوم وتضطر لمغادرة المملكة العربية السعودية. الاقتصاد يعني أرقام وأمور معقدة. هنا الطبيعة بشكل عام، طبيعة الرؤية الاقتصادية هي الخاطئة، أم صاحب القرار السياسي هو المسؤول عن هذا التخبط باعتقادك دكتور يونس؟ أنا أظن أن هناك نقطتين أساسيتين هنا. النقطة الأولى هي أن هناك فعلا تغليب للهاجس الأمني السياسي على الفعالية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. يعني مجموعة من المشاريع الاقتصادية يتم تقويضها وتدميرها بغرض سياسي. والنقطة الثانية هي مسألة إدارة المنظومة الاقتصادية. نحن في المملكة العربية السعودية نرى أنه فعليا أنه في المملكة العربية السعودية لا يبدو أن هناك إدارة محكمة، وأن هناك فتح لجبهات متعددة في وقت واحد تصعب معها تحديد الأولوية والأهمية بالنسبة لكل مشروع. دكتور عماد الدين الجبوري، باعتقادك ما الذي يمكن أن تفعله المملكة الآن لكي تطمئن رؤوس الأموال، ولماذا تستمر بالاعتقالات هذه رغم التحذيرات التي تأتيها من تأثير ذلك على المناخ الاستثماري والاقتصادي في السعودية؟ بلا شك يجب يكون هناك تطمينات إلى الشركات أو الشركاء الأجانب في هذا المضمار، أنه عملية الإصلاح لا تؤذي المستثمرين من الخارج أو الشركاء الذين لهم رؤوس أموال في الداخل. يعني هذا أمر يجب أن تكون القيادة السعودية واضحة حيال هذا الأمر. ولكن كما هو معلوم، الغرب العمود الفقري له الجانب المالي حساس جدا، وما يجري في داخل السعوديه هو منعطف جديد يعني لاكثر من 3-4 عقود لم تعهده المملكه العربيه السعوديه. تغير وانعطاف تاريخي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. لذلك يجب أن نتفهم دقائق هذه الأمور. يعني فعلا هذا المنعطف بحاجة إلى نوع من الرؤية الدقيقة، نوع من التروي أيضا، وعدم إطلاق حكم أو إطلاق رؤية سلبية. هنالك نعم بعض العوامل الاستفهام يحق لأي عاقل أن يطرحها، ولكن الإجابة يجب أن تكون أيضا حذرة، لأنه من المبكر جدا اليوم الاقتصاد الذي يتعثر عند بعض الخبراء هو مضمون مهما كلف الأمر، مضمون، لأنه الطاقة أو الثروة المعدنية في السعودية هائلة جدا ورقم 1 في كوكب الأرض. لذلك هنالك بدائل لأي شيء يتعثر اقتصاديا، لا خوف في ذلك. ورغم كل هذه الأمور الموجودة، أيضا على القيادة السعودية أن تطمئن الشركاء الأموال أو الشركات الأجنبية أو الذين لهم دكتور يونس بالفلاح جانب معين مالي في الداخل. شكرا دكتور جبوري. طمأنة إلى المستقبل المالي دكتور يونس بالفلاح في حال الذي يطال في هذا الجانب تحديدا فقط المواطن السعودي لا الأجنبي. يعني حتى عندما طلبت المملكة العربية السعودية من الإمارات كشف حسابات بعض المستثمرين هم الذين هم مواطنون سعوديون لا الأجانب، يعني هذا الأمر يخص وضع داخلي، الخارج لا يكون قلق في هذا الأمر. وضع داخلي. نحن نسأل عن الاقتصاد ودراسات علمية دكتور، ليست مسألة خارج أو داخل فقط، دراسة اقتصادية علمية بحت والتأثير على المناخ الاقتصادي. دكتور يونس بالفلاح، باعتقادك في حال استمرت سياسة ولي العهد على هذا المنوال إلى أين يؤول الوضع الاقتصادي في المملكة؟
أنا أظن أنه يعني فعلا هناك حالة يعني من التخبط الاقتصادي الكبير والإدارة العشوائية. بالنسبة لي هناك مجموعة من النقط يجب الاعتماد عليها إذا أرادت المملكة العربية السعودية تحسين هذا الاقتصاد. أول نقطة يمكن اعتبارها هي مبدأ تصفير المشاكل، يعني بمعنى أدق حتى أكون يعني أكثر دقة، هي حل كل النزاعات السياسية والعسكرية أبرزها مع جيرانها حتى يمكن أن تمضي قدما لتحسين صورتها على المستوى الدولي. النقطة الثانية هي مسألة الفعالية الاقتصادية أو إدارة المنظومة الاقتصادية. أن اليوم فعلا المملكة العربية السعودية محتاجة إلى إصلاحات اقتصادية عميقة لكن مع منطق تحديد الأولويات. والنقطة الثالثة هي مسألة الإصلاح القضائي أو الدستوري والمؤسساتي الشامل، الأمر الذي يمكن أن يخلق عامل جد مهم قد يساعد في عودة الأموال وقد يساعد في عودة الاستثمارات الأجنبية، وهو عامل الثقة. اليوم ما تفتقده المملكة العربية السعودية أمام المنظومة الاقتصادية العالمية وأمام المستثمرين العالميين هي منظومة ثقة، على الرغم من أنها في مسألة التسويق المملكة العربية السعودية هي أكثر دولة خلال هذه السنة في العالم العربي صرفت على مستوى اللوبينج